سامان عزيز شاب عراقي من إقليم كردستان يبلغ 29 عاما، أراد أن يقدم لوطنه العراق ما لم يستطع أحد القيام به حتى الآن، وهو القفز من على ارتفاع 4500 متر بالمظلة ضمن ألعاب السكاي فان. حاولت بكل ما أملك من طاقات أن أقدم شيئا فريدا لكردستان والعراق لأفيد البلد في المستقبل. ليس هناك حدودا للطموح حتى ولو كان الطيران في السماء. عندما رأى سامان عدم الاهتمام به عراقيا، أعاد الكرة هذه المرة ليحمل علم إقليم كردستان وهو في الأعالي، إلا أن هذا أيضا لم يجلب اهتمام المسؤولين له، فقصد الجزيرة ليحمل همومه كشاب أراد أن يقدم شيئا لبلده، لكنه لا يزال في الانتظار. أكاد أندم على ما فعلته بسبب عدم تشجيعي من أي جهة، لا ماديا ولا معنويا، وصرفت الكثير من الأموال وقضيت سنين من عمري لأخدم بلدي. كلف سامان نفسه تعلم هكذا نوع من القفزات سنوات عديدة من عمره، ومبالغ كبيرة من ماله الخاص، وذلك عندما كان طالبا في ألمانيا، أملا برجوعه إلى بلده ليستثمر كطاقة ويقدم العطاء كبقية زملائه الذين رافقوه خلال سنوات التعليم. كم من طاقات في بلداننا كسامان وغيره يريدون أن يخدموا بلدانهم من خلال إبداعاتهم، ولكن الأبواب موصدة بوجوههم. لعل الإعلام يساهم في منحهم فرصة التعرف على قدراتهم. محمد فايق، الجزيرة، أربيل.